ها هي كتجي ما شاء الله زوينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم كيكه متناول الجميع. كيكه غادي تجي زوينه ان شاء الله باذن الله. اللي غادي ندير في هذه الكيكه هو 2 كيسان ونص ديال الدقيق، النوع الجيد ديال الحلويات اللي هو 230 غرام. 2 كيسان ونص، 80 غرام ديال اللوز، 80 غرام ديال اللوز ها هو طحنته 80 غرام، 3 البيضات، نص كاس ديال الزيت مائده، نص كاس ديال العنبه ديال السكر اللي هو 100 غرام، اللي هو نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، ونص كاس ديال السكر ديال العنبه ديال السكر سنيده، واحد الساشيه ديال فاني السكر، شويه الملحه، واحد 8 غرام ديال خميرات الحلويات. عندي هنايا تفاح، بغيت ندير فيه التفاح. عندي واحد 3 تفاحات وعندي شويه السيترون باش ما يكحلش التفاح. هادشي اللي غادي ندير في هذه الكيكه هذه. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله. غادي ندير البيض، الزيت دغيا، السكر، فاني السكر، الملحه. دابا غادي نطربتو مزيان. دابا غادي نضيف اللوز والدقيق. دابا غادي نضيف هاد الكاس الاخر مع الخميره. ودابا ها هي طحنتها، ها هي طربت العجينه، ها هي طربتها. دابا غادي نديرها في المول. دابا ها هي درتها في المول، ها هي درتها. دابا يا غادي نقطع التفاح ان شاء الله باذن الله. بسم الله. غسلته مزيان، ما نخليوش ليه هذوك. غسلته مزيان. دابا غادي نقطعو. نديرو في هذه الكيكه. ها هو درتو في الكيكه. دابا غادي ندير عليه واحد شويه اللوز افيلي. غادي ندير ليه هكا شويه اللوز، ندور عليه شويه اللوز. دابا غادي ندخلها للفران. غادي ندير عليها
180 ونخليها 45 دقيقه. 45 دقيقه. ودابا الكيكه ها هي خرجتها من الفران. دابا ها هي غادي ندهنها بواحد شويه العسل. جربتها بهاد لي كوردون، جربتها طايبه، جربتها. دابا غادي ندهنها بشويه العسل من الفوق. ما غاديش ندير لها سكر كلاصي، غندهنها غير بالعسل. ان شاء الله نقدمها لكم ان شاء الله باذن الله. ودابا ها الشكل النهائي ديال الكيكه ديال التفاح واللوز. ها هي زينتها برقائق اللوز ودهنتها بشويه العسل هكا، ما درتلهاش سكر كلاصي، خليتها هكايا. ما شاء الله كتجي زوينه، ما شاء الله كتجي زوينه. ها هي كتجي ما شاء الله زوينه. ها هي ما شاء الله كتجي زوينه. ها هي. ومثلا على قضيه الدقيق، الا كان الدقيق كيشرب زيدوا واحد البيضه، 4 البيضات. كان الدقيق ما كيشربش، ديروا اكتفيو غير ب3 البيضات. هادشي اللي غادي نقول لكم. وها هي الكيكه ديال التفاح واللوز، ها هي تنقدمها لكم بالصحه والسلامه، بالصحه والراحه. وتنشكر بزاف الناس اللي دخلوا عندي وكتبوا لي لي كومونتير زوينين، تنقول لهم شكرا بزاف. تنشكرهم وتنشكر حباباتي وهلياتي وصحاباتي تا همايا، واللي ما شارك يدخل يشارك. وشكرا لكم بزاف. والى وصفه قادمه ان شاء الله بالصحه والراحه.